السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح يوم الخميس، اليوم اللي اشتدت فيه المطر الساعة 1 بالليل ليلة الخميس. دي منطقة لعب بشتيل. طبعا هي ناقصها شوية تعديلات للأرضية عشان خاطر الطينة والمية والوحلة اللي قدام حضراتكم دوت. مشكورا لسيادة الوزير التربية والتعليم على الأجازات اللي بيديها للأطفال في الوقت المتأخر بعد ما بيعلم إن في مشكلة مطر أو طينة أو عاصفة. له جزيل الشكر. دي لعبة وشارع محمد حسين، ودوت الطريق اللي اتسفلت واتعمل فيه كوبري، وده شارع المزرعة. لعبة طبعا النهاردة بقت حاجة كويسة جدا. هنا الطريق بعد ما اتسفلت، وعندكم الكوبري اهوت اللي هو بدورين دوت اللي هو بيعدي المزلقان بتاع لعبة عند محطة قطار بشتيل. وهنا الشيخ اللي هو محل الكبدة، وده موقف اتعمل جديد لأكتوبر. يعني عند المزلقان بتاع لعبة في موقف اسمه موقف أكتوبر بيودي على أكتوبر مباشرة. وده المنظر والميدان اللي هو عند المزلقان بتاع لعبة اللي هو عند شارع الجمعية الزراعية. ده منظر المكان عند المزلقان. ودي طبعا زي ما انتم عارفين دي عربيات اللي هي بتحمل أرض اللواء. تمام، هنشوف مع بعضينا كده الطريق بعد ما اتظبط واتسفلت. بقت المسافة ما بين لعبة وأرض اللواء بالظبط حوالي دقيقتين أو 3 دقايق. وطبعا الدنيا اتغيرت خالص من حوالي كام سنة قبل ما تظبط المكان دوت. دي نازلة جاية من اتجاه القليوبية إلى الهرم، تنزل على اللعب برضه، وعلى يمنا في طلعة ونازلة تطلع على الدائري. ده الدائري اللي هو دائري المرج والهرم. تمام، وده المنظر من تحت. هو لسه فيه شوية تشطيبات بسيطة، لكن الوضع اتغير خالص. تمام، زي ما حضراتكم شايفين في طلعة يمين وطلعة شمال. دي اللي هي اللي متجهة إلى المرج، وفي اللي متجهة إلى الهرم. ده الشكل اللي هو بقى عليه دلوقتي طريق أرض اللواء، ابتداء من عند أرض اللواء لغاية دائرة الضبعة أو محور الضبعة. تمام، زي ما انتوا عارفين كوبري كمال عامر بيربط ما بين المطار وأرض اللواء ولعبة. هنا اللي قدام حضراتكم ده كوبري كمال عامر. زي ما انتوا شايفين دي طالعة تودي على عرابة، تودي على وسط البلد، تودي على المهندسين. ولو كملنا على طول مع بعضينا كده بالنسبة لسكان أرض اللواء وسكان لعبة اللي هم ما كانوش بيحبوا يروحوا أرض اللواء ولا يجوا من أرض اللواء على لعبة، وأقول لكم الطريق بقى كويس جدا، والمسافة مش أقل من حوالي دقيقتين أو 3 مش زي الأول. هنا اللي راح أرض اللواء لازم يمسك اليمين، يخش في الدخلة اليمين ديت، ما يطلعش الكوبري عشان خاطر الكوبري ده هيوديه في مكان تاني. ده كوبري كمال عامر. تمام، فاللي داخل أرض اللواء وجاي من اللعبة يمسك اليمين بعد الكوبري اللي هو بتاع المطار. تمام، وياخد المسافة اللي هي الصغيرة ديت من تحت، ودي الصفطاوي اللي هي على يمينكم ديت. تمام، طبعا المطرة في كل مكان والطينة في كل مكان، يعني ده شيء طبيعي جدا في المناطق اللي هي الشعبية. وهنا طبعا في تعديلات وحاجات بتتعمل عشان خاطر طبعا على شمالنا محطة القطار الجديدة اللي هي بتاعة الصعيد. تمام، اللي هي كانت موجودة في رمسيس. وهنا بنكمل مع بعضنا تاني على اتجاه أرض اللواء. زي ما حضراتكم شايفين هنا اللي قدام حضراتكم دوت المحور اللي هو بيودي على ميدان لبنان ويجيب من ميدان لبنان على أكتوبر. كلكم عارفين ده المنظر من تحت من عند سلم أرض اللواء اللي هو بجانب المحور. تمام، زي ما انتوا حضراتكم شايفين اهو. ان شاء الله قريب جدا هتشطب كل الكباري والمحاور. وزي ما انتوا شايفين في كوبري علو اهو لسه بيتشطب. كل الحاجات دي هتتظبط مع مرور الوقت والدنيا هتتغير خالص. وزي ما حضراتكم شايفين اللي قدامنا دوت على يميننا ده نادي أرض اللواء.
نادي أرض اللواء. تمام. وعلى شمالنا بقى اتجاهك للموقف. هنا الميزة بقى ما بين أرض اللواء وما بين لعبة، الأرضية معمولة بطريقة كويسة جدا، حتى لو في مطرة أو مية ما بتبقاش بالمنظر اللي انتوا حضراتكم شفتوه في الشوارع الجانبية الخاصة بمنطقة لعبة بشتيل. بنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احد المسؤولين المحترمين جزاهم الله كل خير يهتموا بالشوارع اللي هي الداخلية، زي مثلا الشوارع اللي هي بتبقى مجمح فيها الطينة والمية بسبب اي امطار ممكن تنزل. كل اللي احنا عايزينه ان الشوارع ديت تتحول لبلاط او ارضية زي ما هي معمولة في ارض اللواء بالظبط. وعلى فكرة منطقة لعبة بيه جميلة جدا بعد المحاور اللي اتعملت فيها.